الاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يا صباح الفل. في الحقيقة من ضمن الأسئلة الجميلة اللي وصلتني سؤال من أحد الأصدقاء بيتكلم فيه عن زوغان العين عند الراجل، وبيسأل هو في مرحلة عمرية معينة أو في وقت زوغان العين ده بيتوقف عند الراجل والأمور دي كلها. بصوا أنا عاوزة أقول لحضراتكم any behavior في الدنيا، أي سلوك عشان نعدله لا بياخد وقت كبير في الحقيقة، لكن كل حاجة قابلة للتعديل وكل حاجة قابلة للتغيير، والثابت بس هو وجه ربنا سبحانه وتعالى، بس عشان نبقى عارفين هو في عمر الرجل بيتوقف فيه. انا بس عاوزه قبل ما اكلم في عمر زوغان عين الراجل والكلام ده كله برضه عشان نبقى منصفين، زوغان العين على فكره مش راجل بس، هو رجل وامراه، والدليل على كده مش هكلمكم في علم النفس والنظريات زي ما احنا عارفين ان رب العزه سبحانه وتعالى لما قال ان احنا نغض البصر فقال لي الاثنين. حلو كده، قال لي الاثنين ده بس عشان نبقى مبدئيا متفقين. لكن يمكن لان الراجل في مجتمعاتنا بالذات اللي هي العربيه والشرقيه والامور دي كلها بيبقى الكالتشر او الثقافه او اللي عاداتنا وتقاليدنا بتبيح للراجل، بتدي له حريه شويه، يعني ان هو يبص كده وما اعرفش ايه والامور دي كلها. ده بيرجع زي ده جزء منها زي ما قلنا، جزء منها بيبقى راجع لعمليه التربيه والتنشئه والامور دي كلها. فبيعتبروا كانه حق مكتسب، هو بيشوف كده امراه معديه ما اعرفش يبص، وعلى فكره ده ملوش علاقه بكبير صغير متجوز متطلق اي حاجه، هو برضه دي حاجه كده في السايكو اناليسيس عند الراجل، بس زي ما احنا قلنا هو مش الراجل بس، هو الراجل والمراه. ولكن معلش الموبايل بقى بيزهقني يعني. لكن اللي زي ما قلنا ان الراجل بحكم ان المجتمع بيديله بعض الحقوق، فالراجل عامل هو بيعبر على طول كده، لكن لا هي التانية دايما ليها اساليب اندايركت حتى في عالم الجريمه، حتى في اشياء كتير، بس مش هنتكلم عن الجريمه بقى على الصبح يعني. طيب هو ليه مرحله او ليه عمر بيتوقف فيه؟ والله لو هو معتاد على هذا السلوك منذ الصغر مش هيبطله. يعني كتير قوي الواحد مثلا تدخل نادي كده وما اعرفش تلاقي كده شباب امور من بعد ال70 الحمد لله عندهم المواضيع دي. يمكن الرجل العين عنده بتلعب له دور في حياته وما الى ذلك بصفه عامه، فده بيلفت نظره يعني. لكن في الحقيقه لا، هو ملهوش عمر، وزي ما قلت في مجموعه عوامل كتير قوي بتبقى هي اللي ورا الموضوع ده. منها زي ما قلنا هو بيعتبر حق مكتسب، طبعا جزء في العامل الديني او التنشئه الدينيه وما الى ذلك برضو بتلعب دور. لكن اذا كان الانسان قابل، يعني احنا دايما نقول لما بيكون عنده رغبه في التعديل او في التغيير، ده جزء كبير جدا بيعدل من سلوكياته، خاصه لما بيبقى تقلي ده. على فكره تلاقي مثلا الاب عنده 50 سنه او 55 سنه وماشي ابنه مثلا معاه، نقول 50 الاب وابنه ماشي معاه مثلا عنده 17 18 سنه، يجي يقول لي تصدقي يا دكتوره انا ابويا ما بيسيبش واحده لما بيقعد يبص عليها، وابنه ما بيعملش كده بالمناسبه يعني ابنه ما بيعملش كده. فلا ملوش سن وملوش كده، وزي حب يعني ان هو يعدل من السلوكيات دي، شرفنا اهلا وسهلا.